السلام عليكم متابعين مصر زمان. كلامنا النهاردة عن الجاسوسة الصهيونية يولاندا هارمر اللي استخدمت جمالها علشان توجه شخصيات من كبار الدولة. ولدت يولاندا هارمر عام 1913 في مدينة الإسكندرية لأم تركية يهودية، وكان الصهاينة بيطلق عليها اسم ماتا هاري الإسرائيلية. كانت يولاندا واحدة من أبرع جاسوسات التاريخ. تم تجنيدها من قبل الوكالة اليهودية وهي في عمر 32 سنة في سنة 1945، وبسرعة تم الترتيب لها عشان تلعب دور الصحفية لتكون بوابتها إلى الوصول للشخصيات النافذة في الدولة، وهو ما نجحت فيه، حيث عملت في وقت قصير مستعينة بجمالها على نسج علاقات بشخصيات بارزة في المملكة المصرية، شملت صحفيين كبار بجريدة الأهرام، وكذلك بالعديد من الدبلوماسيين الأجانب والمصريين. حصلت يولاندا هارمر في النهاية على معلومات خطيرة استراتيجية أفادت الناس اللي مشاغلينها، حيث عملت على الحصول على جميع التفاصيل الخاصة باجتماعات العرب الخاصة بالتعامل مع انتهاء الانتداب البريطاني عن فلسطين، والتي عقدت في ديسمبر 1947 وفبراير 1948. لم يتوقف نشاط هارمر عند ذلك، بل أنشأت شبكة جاسوسية، إلا أنها سقطت بسرعة مع بداية الحرب 15 مايو 1948، وقبض عليها في نفس العام. وخرجت هارمر من السجن في نفس العام أيضا، وغادرت مصر إلى باريس. ويقال إنها حصلت على مساعدة للخروج من السجن من شخصيات رفيعة في الدولة ارتبطت معها بعلاقات، وأصبحت بعد ذلك من أشهر الشخصيات في مكتب الوكالة اليهودية. وتوقف نشاطها نهائيا في الستينات، حيث توفت بالسرطان عام 1959، وكرمها الكيان الصهيوني وأقام لها نصبا تذكاريا ما زال شاهد حتى الآن في القدس، وما زالت في نظر الصهاينة واحدة من أهم الشخصيات التي خدمت كيانهم في لحظاته الصعبة.